انت مش لوحدك، انت بس لسه ما لقيتيش الشخص اللي يفهم قلبك من غير ما تضطري تشرحي كل اللي جواكي. أوقات كتير بنبقى وسط ناس كتير جدا، نضحك ونهزر ونتكلم عادي، لكن جوانا تعب ساكت محدش واخد باله منه. إحساس مرهق فعلا إنك يبقى عندك كلام كتير نفسك تقوليه، وفي نفس الوقت حاسة إنك تعبانة من كتر الشرح والمحاولة. كل مرة تحاولي تعبري عن اللي جواكي تحسي إن في جزء من إحساسك لسه موصلش، وإن الكلام مهما كان صادق مش قادر يوصف كل اللي في قلبك. والحقيقة إننا مش دايما بنحتاج حلول، مش كل وجع محتاج نصيحة، ولا كل حزن محتاج حد يفسره. أحيانا كل اللي النفس بتتمناه شخص يسمع بهدوء ويفهم من غير ما يحكم، ويطمنك إن مشاعرك طبيعية وليها حق تتحس. لأن في فرق كبير بين اللي بيسمع علشان يرد واللي بيسمع علشان يحتوي. وبرضه لازم نفتكر إن مش كل الناس عندها القدرة دي، في ناس أصلاً بتحارب مع نفسها كل يوم، وعشان كده ما بيعرفوش يشوفوا وجع غيرهم أو يتعاملوا معاه بالشكل اللي يريحه. عشان كده ما تقسوش على نفسك لو حسيتي إنك مش مفهومة، ده مش معناه أبداً إن إحساسك زيادة، ولا إنك لازم تفضلي قوية طول الوقت وكأنك ما بتتعبيش. اهدي شوية واسألي نفسك، أنا فعلاً محتاجة إيه؟ يمكن كل اللي محتاجاه دلوقتي راحة أو حضن آمن، أو حتى لحظة هدوء تبطلي فيها تمثيل إنك بخير. اهتمي بقلبك وبالمشاعر اللي طول الوقت بتخبيها، علشان تقدري تكملي يومك قدام الناس بشكل طبيعي. ولما ربنا يرزقك بالشخص الصادق اللي يسمعك بقلبه قبل ودانه، واللي وجوده لوحده يطمنك، هتعرفي وقتها إن أجمل راحة ممكن يحسها الإنسان هي إنه يكون مفهوم من غير ما يبذل كل ده في الشرح. قوليلي في التعليقات، عمرك حسيتي إن اللي جواكي كان أكبر من أي كلام عرفتي تقوليه؟ وخديلك وقت هادي النهاردة مع ربنا، لأن القلب مهما تعب عمره ما يلاقي طمأنينته الحقيقية إلا وهو قريب من ربنا. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يرزقك القلوب اللي تحتويك بحب